لما بتسمع حد عايز يتكلم عن الكتب اللي غيرت حياته، اول حاجه بتيجي في بالك هي الكتب النون فيكشن او السيلف هيلب، الكتب اللي بيكون واضح جدا غرضها وماهيتها ايه وهي عايزه تعمل ايه وتعلمك ايه، زي الكتب المشهوره جدا اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي منها فن اللامبالاه او محاط بالحمقى او دع القلق وابدا الحياه. كل دي كتب سمعنا عنها وشفناها اكتر من مره في المكتبات حوالينا، وهي باينه جدا من اسمها وصريحه في غرضها ان هي عايزه تعلمك حاجه. بس اللي كتير بيغفل عنه مننا هو ان مش دي الكتب الوحيده اللي ممكن تفيد الانسان او تغير حياته، وان الكتاب مش لازم يكون متصنف سيلف هيلب او حتى يكون كتاب مقالي عشان يقدر يضيف لك حاجه. لو انت شخصيتك فيها المرونه اللي تخليك تتقبل تتعرض على افكار تانية مختلفه عنك وتفكر فيها وتاخدها بجديه، او انك بتقبل استقبال المؤشرات الخارجيه، تسمع افكار جديده، تفتح قلبك وعقلك لوجهات نظر مختلفه عن اللي انت متعود عنها ونشأت فيها، ممكن تلاقي ان الروايات تقدر تعلمك حاجات بنفس قوه ان لم يكن اكتر من اللي كتب السيلف هيلب والنون فيكشن ممكن تعلمه لك. لو انت هنا عشان فاكر ان انا هتكلم عن الكتب المقاليه اللي ساعدتني انظم وقتي او التزم بهوايه جديده او اعرف ارتب مصاريفي، فللاسف الفيديو ده مش هيديك اللي انت بتدور عليه. انا النهارده جايه اتكلم معاكم عن كتب غيرت حياتي بطريقه تانية خالص، قصص وروايات فتحت عينيا على افاق عمري ما فكرت فيها، اجبرتني اواجه وجهات نظر انا كنت بحاول اتجاهلها من زمان، وده من رؤيتي انا الشخصيه تغيير بنفس قوه ان لم يكن اكتر من التغيير اللي ممكن تاخده من كتاب سيلف هيلب. لو انت بتشوف الفيديو ده اول ما نزل، فالماجيكال ريداثون بدأ بقاله كام يوم، وبالتالي احنا في السبوكي سيزون. كان في كام حد طلبوا مني ان انا اعمل فيديوز جديده تعرفهم على الماجيكال ريداثون، فلو انتوا لسه مهتمين بده عرفوني في الكومنتس، وعرفوني لو حابين اعمل فلوجز زي زمان تتابعوا فيها الكتب اللي انا بقراها على مدار الشهر. اول كتاب معانا وهو كتابي المفضل على الاطلاق، هو اتصنف كتابي المفضل في 2020، ولحد دلوقتي مفيش كتاب تاني عدى عليا اثر فيا بنفس القوه اللي الكتاب ده قدر ياثر عليا بيها، وهو كتاب A Monster Calls لباتريك نيس. تنويه صغير ان في خلال الرحله بتاعتنا في الفيديو ده هنعدي على كام كتاب ممكن يكون المين كاركتر بتاعهم شخص صغير في السن، هو حتى ما يقدرش يصنف انه تينيجر، بل هو اصغر من كده كمان، ممكن اطفال يكون عندهم 10 11 12 سنه باي شكل. بس ده مش معناه باي شكل ان الكتاب ده موجه للناس اللي من الفئه العمريه دي، بل اغلب الكتب اللي هتكلم عنها هي اصلا كتب ادلت متوجهه للفئه العمريه اللي هي 18 سنه فاكتر، لاسباب كتير، منها ان هي ممكن تكون بتواجه مواضيع ونقاشات مش مناسبة لأصغر من كده، أو كمان إن هي ممكن يكون فيها أحداث دموية أو جرافيك زيادة عن اللزوم مش مستحب إن الأطفال يتعرضوا عليها في السن ده. بطل كتابنا الأول A Monster Calls هو ولد صغير اسمه كونر، عنده تقريبا 11 سنة. هو عايش مع مامته حاليا بسبب انفصال باباه ومامته، لكن هو بيزور باباه أوقات. مؤخرا اتضح إن مامته للأسف مريضة كانسر، والكتاب ده بيخوض رحلة كونر وإزاي بيواجه حقيقة زي دي وبيحاول يتعايش معاها. كونر هيبدأ يحلم حلم غريب هيجيله كل يوم تقريبا، لحد ما في مرة هيقابل وحش شرير جدا، وهو لوحده اللي بيشوف الوحش ده. الوحش ده هيوعده ان هو هيجيله 3 مرات، وكل مرة هيحكي له قصة جديدة، وكونر لازم يسمع القصص دي للآخر عشان يعرف يتخلص من الوحش. بس في المقابل الوحش هيطلب من كونر ان هو لازم يقول له الحقيقة. الكتاب بمنتهى الوضوح بيناقش فكرة الفقد وتقبلها والاستسلام ليها، خصوصا في سن صغير. ان اوقات كتير بنحاول نتخطى فكرة وفاة حد عزيز علينا قبل ما نفقده اصلا، بنبقى عايزين نتخطى الشعور ده بسرعة عشان لما نضطر نواجه الموقف ده في الحقيقة نكون متعودين عليه، لان احنا عارفين ان الشعور ده كده كده هيجي في وقت ما، فلما نتعود عليه ده بيخلي صدمتنا تجاهه تقل جدا عن لو استنينا اننا نواجهه لما يجي. الكتاب كمان بيناقش الافكار الوحشه اللي ممكن تجيلنا لو احنا بنخوض تجربه زي دي، مشاعر الحزن والقلق والغضب الغير مبرر، الافكار البشريه جدا اللي بتجيلنا اوقات وبنختار ان احنا ندفنها وما نتكلمش عنها لان احنا شايفين ان دي ممكن تخلينا اشخاص وحشين، مع ان في الواقع ناس كتير مننا بتمر بنفس المشاعر دي، وان لو ناس اكتر كانت اتكلمت عن كل ده وعبرت عنه، الواحد كان ممكن يكتشف ان هو مش لوحده في العالم ده، ومش هو الوحيد اللي بيحس بالاحاسيس دي اللي هو شايفها وحشه، والعالم كان ممكن يبقى مكان الطف شويه. الكتاب ده اتعمل فيلم، الفيلم جميل وظريف وهادي جدا، اكيد هيخليك تعيط، بس هو مش بنفس قوه الكتاب، وما عبرش عن المشاعر الدفينه لكونر زي ما الكتاب قدر يعبر عنها، لان احنا في الكتاب جوه دماغ كونر، لكن في الفيلم احنا بنتعرض على كونر كانه شخصيه احنا ما نعرفهاش. لما بتعرف القصه ورا الكتاب كمان ونشأته بتنبهر اكتر، لان الكتاب ده مبني في الاساس على سكتشات ورسومات رسمتها مؤلفه راحله اسمها شيفون داود قبل ما تتوفى. مؤلف الكتاب باتريك نيس
الناس لما عدى على الرسومات دي هو اللي استوحى القصة وعمل لها فلاشنج اوت عشان تبقى كتاب كامل. تاني كتاب هتكلم معاكم عنه النهارده واللي اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، ممكن احط لكم اللينك بتاعه فوق، هو ذا ميد نايت لايبراري لمات هيج، واللي كمان بالمناسبه مترجم للغه العربيه فممكن تقراه بالعربي او بالانجليزي ايا كان اللي تحب. الكتاب بيتبع بطلتنا نورا اللي حياتها ممكن تكون مش اتعس حياه في الدنيا، بس للاسف هي مش مبسوطه فيها. بعد حادثه صغيره نورا بتصحى تلاقي نفسها في مكتبه منتصف الليل اللي بتعرض عليها الاوبشن ان هي تصلح اخطائها، ان هي تقدر ترجع بالزمن وتاخد قرار مختلف عن اللي هي خدته في الواقع، وتشوف حياتها كانت ممكن تمشي ازاي لو هي كانت خدت القرار ده بطريقه مختلفه. على مدار الكتاب نورا بتجرب نسخ مختلفه من حياتها، بتدخل الواقع الموازي ده وبتشوف حياتها كانت ممكن تبقى ماشيه ازاي، وقد ايه قرار واحد ممكن يبقى ليه التاثير انه يغير مسار حياتها تماما. بس بالوقت نورا بتبدا تفكر ان يمكن حياتها اللي هي كانت فيها اصلا ما كانتش بالسوء اللي هي متخيلاه، وان مش بالضروره كل القرارات اللي هي كانت شايفه قبل كده ان هي خدتها غلط لو كانت خدت قرار مختلف كان هيخلي حياتها احسن بالتبعيه. الكتاب فكرته مش جديده، يمكن نكون شفناه قبل كده في كذا عمل فني سواء افلام او مسلسلات او كتب، وهو كمان رسالته واضحه وصريحه وزي ما بيقولوا كده اون ذا نوز، هو مش بيحاول يخبي رسالته او يلمح ليها، هو الكلام واضح جدا ومباشر، وبالتالي هو من الكتب اللي مستحب جدا ان الواحد لو عايز يبدا قرايه يبدا بيها، لان هي ما فيهاش لؤم ومكر وخداع عشان يحاول يوصل رسالته. كنت اتكلمت اكتر في فيديو قبل كده، هحط اللينك بتاعه فوق، عن الكتب اللي ممكن تبدا بيها لو حابب تبدا قرايه انجليزي، وان شاء الله قريب هتكلم اكتر عن الكتب الستاند الونز اللي ممكن تبدا بيها لو عايز تبدا قرايه انجليزي. الكتاب ده انا قريته في الوقت اللي كان مناسب لي انا، اللي كنت فعلا محتاجاه فيه، وبالتالي اثره عليا كان اقوى من لو كنت قريته في اي وقت تاني. القصه بتتناقش في مفاهيم الرضا والندم في الأساس، إن أوقات كتير بنقف عند مواقف بنتمنى الزمن يرجع بينا بس عشان ناخد قرار مختلف في لحظة زي دي، مع إن إحنا لو كنا رجعنا بالزمن فعلا وخدنا قرار مختلف ما كناش بالضرورة هنحس إن ده كان المسار الأحسن لحياتنا، ويمكن وقتها كمان كنا ممكن نشوف إن إحنا خدنا القرار الغلط وعايزين نرجع بالزمن عشان نرجع ناخد القرار اللي إحنا فعلا خدناه في حياتنا الحقيقية. زي ما بيقولوا كده the grass is greener on the other side. طول عمرك لما تبقى بعيد عن حاجة هتبقى شايف إن أنت لو كنت وصلت للحاجة دي هتبقى أسعد، مع إن أنت في سيناريو تاني لو كنت عند الحاجة دي هتبص لحياتك اللي انت عليها دلوقتي وهتبقى شايف ان انت لو كنت فيها هتبقى اسعد. لو كنا خدنا الطريق المختلف هل فعلا كنا هنبقى سعداء زي ما دماغنا بتخيل لنا، ولا كانت القرارات دي هتخلي حياتنا تعيسة؟ ده الكونفليكت بتاع العقل البشري، ان مفهوم الرضا بالنسبة له حاجة صعبة ومحتاجة مجهود عشان واحد يعرف يوصلها، وعشان كده دي من اهم نقاط جهاد النفس، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. The Sun is also a Star. الكتاب ده مشكلته الأساسية معايا كان إن هو متسوق على إنه كتاب رومانس، مع إن في الواقع الرومانس ممكن يكون جزء صغير جدا من الكتاب، بل ملوش أي significance أو أي تأثير على ماهية الكتاب، لأنه بيناقش مواضيع وقضايا أهم بكتير من إن 2 تينيجرز يقابلوا بعض ويقعوا في الحب. القصة بتدور حوالين ناتالي ودانيال، 2 من فئات مجتمعية مختلفة تماما. بيصادف ان هم بيقابلوا بعض في شارع من شوارع نيويورك، وناتالي للأسف قدامها 12 ساعة بس في نيويورك لحد ما عائلتها هتترحل بالكامل من الولايات المتحدة لدولتها الأم. فعامل الزمن جزء مهم جدا في الكتاب، ان ناتالي ودانيال قدامهم 12 ساعة بس يقضوها مع بعض ويتعرفوا على بعض، ويمكن كمان زي ما الكتاب بيصور لنا ان هم هيقعوا في الحب. معضلتي ان الكتاب بيصور قصة الحب دي على ان هي قصة الحب الملحمية اللي احنا جايين عشانها. الكتاب في الأساس بيتكلم عن الفراشة وتأثيره على كل حاجة في حياتنا، تأثيره الضخم كمان إن أي اختيار صغير بناخده في يومها هو في الواقع ممكن يغير مسار حياتنا تماما. بنشوف في النص points of views مختلفة لناس إحنا بنعدي عليهم في الشارع في الكتاب، أو واقفين في محل حد من الشخصيات دخل، ناس بنعدي عليها عابرا كده لكن في الواقع هم حياتهم بنفس عمق وتأثير المين كاركترز اللي احنا بنقابلهم. ساندر مفهوم بدأ يبقى مشهور مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، هو ان الانسان في لحظة كده ممكن يدرك ان كل اللي ماشيين حواليه او كل اللي موجودين حواليه في مكان عام هم ناس عندهم حياتهم كاملة زي ما انت عندك حياتك بالظبط، عندهم مخاوفهم وقلقهم واصحابهم ومشاكلهم وشغلهم ودراستهم وحياتهم، واوقات الاحساس ده بيكون overwhelming شوية او يخوض، بس بعدها بيديك نوع من الأمان إن أنت مش لوحدك في الرحلة دي، إن أنت مش بتواجه المشاكل دي وشايل العالم كله على كتافك لوحدك. ده بيعرض علينا فكرة اختلاف الثقافات واللي على أساسه بيتبني اختلافات تانية في الأولويات والمبادئ والعقائد، تأثير الثقافة والمستوى الاجتماعي والمادي على حاجات كتير في حياتنا، على أسلوبنا، على شخصياتنا، على أولوياتنا، على قراراتنا، وبيظهر كمان في أبسط الحاجات اللي ممكن ما نكونش أصلا واخدين بالنا منها. أنا شخص عقلاني شوية ومش بقدر أتقبل فكرة الانستا لاف،
في ان اتنين ممكن يحبوا بعض في 12 ساعه. فالجزء ده كان مضايقني جدا في الكتاب. لكن بغض النظر عن ده، الرساله اللي الكتاب بيحاول يوصلها لينا هي من الحاجات اللي لسه بفكر فيها لحد دلوقتي بعد ما قريت الكتاب يمكن 7 أو 8 سنين. الكتاب ده بالمناسبه اتعمل فيلم برضه، بس انا ما شفتوش فمش هقدر احكم عليه، وهو لنفس مؤلفه كتاب Everything Everything اللي برضه اتعمل فيلم وكان مشهور لفتره بعد ما نزل، دايزي جونز اند ذا سكس، اللي اكيد ناس كتير منكم سمعت عنه خصوصا السنتين اللي فاتوا لانه اتعمل مسلسل على امازون برايم. هي روايه وثائقيه اكتر في صوره انترفيوز او مقابلات مع الاعضاء السابقين لفرقه غنائيه كانت مشهوره جدا في اواخر الستينات، ولكن الفرقه دي انفصلت واعضائها اختفوا تماما عن الانظار لحد ميعاد الانترفيو ده. الكتاب حرفيا بيناقش كل الافكار والمواضيع اللي ممكن تخطر على بالك، لان هو مش بيدور حوالين قصه واحده بس او ستوري لاين واحد، لا في اعضاء كتير جدا في الفرقه دي وكل واحد ليه مشاكله ومشاغله. محور المواضيع دي تاثير الشهره على الانسان اللي ممكن يكون مؤثر كمان بشكل سلبي جدا لو الشهره دي كانت اتعرضت على الواحد في سن صغير، زي الاطفال اللي بيتربوا وسط اهالي مشاهير. الالكحوليزم والسبستانس ابيوز من المشاكل المشهوره جدا اللي بتواجهها اغلب الفئات المشهوره. بنناقش مشاكل زي الاكتئاب، المنتال ديس اوردرز، الابوه والامومه وتحمل المسؤوليه، الجانب المظلم للشهره اللي بيواجه الستات بالاخص دولا عن اي حد تاني. بنتفرج برضو على امثله واقعيه ممكن تكون قريبه جدا لحقيقه فعلا ازاي فرقه موسيقيه بتتكون، ازاي واحد بيوصل للشهره، ازاي مغني ممكن يالف اغنيه مشهوره. لان كمان مؤلفه الكتاب عملت انترفيوز كتير لمغنيين ومشاهير حقيقيين عشان تقدر تستنبط منهم ايه فعلا اللي بيدور وراء الستار اللي احنا مش بنكون شايفينه اغلب الوقت. فالاكسبيرينس اللي موجوده في الكتاب فعلا قريبه جدا من اللي ممكن يكون بيحصل في الحقيقه. قد ايه الوصول للشهره ممكن يكون شيء عبثي جدا ومش متخطط له ومش متنظم له، ان حد ممكن يكون كان انا او انت صادف الحظ انه بس بيعمل حاجه بتعجب الناس، فهو كونه اتشهر وعمل حاجه بتعجب الناس ما خلاهوش شخص مميز، او اننا نحطه في حاله ان هو منزوع من الخطا، او انه دايما هيعرف ياخد القرار الصح في اي موقف صعب بيتعرض له. هو مش احسن مني ومنك في حاجه، الفرق بيننا وبينه بس ان هو محط الانظار طول الوقت، ان هو زي ما بيعمل حاجه حلوه بتعجب الناس وبيتشهر على اساسها، لما بيتعرض لموقف وحش او بيضطر ياخد قرار غلط بيبقى للاسف معرض لنفس محط الانظار ده وكل الناس شايفاه وهو بياخد القرار الغلط. الاوديو بوك بتاع الكتاب ده ممتاز، ارشحه لاي حد عايز يبدا تجربه الاوديو بوك، خصوصا ان هو معمول بفول كاست، يعني كل كاركتر ليها الممثل اللي عامل الصوت بتاعها لوحده. المسلسل كمان جميل جدا لو مهتمين تتفرجوا عليه. هابي بليس يمكن الكتاب الوحيد الرومانسي اللي هتكلم عنه في الفيديو ده، لان غرضي اغلب الوقت من قرايه الرومانس هو بيكون الترفيه وتفريغ الطاقه السلبيه، فمش بدور قوي على محتوى او سبستانس للكتاب. الكتاب ده كان المفروض يكون خفيف ولذيذ ومناسب لعطله صيفيه، لكن اتضح انه ملوش اي علاقه بده. أبطالنا هاريت ووين جزء من مجموعة أصدقاء بيسافروا كل صيف هم وأزواجهم، بيقضوا صيفهم في البيت الشاطئي اللي خاص بواحدة منهم. في سنة من السنين هيكتشفوا إن البيت ده هيتباع وإن خلاص مش هيقدروا يقضوا فيه صيفهم تاني، فبيسافروا سفرية أخيرة بنية إن هم يودعوا المكان ده ويشوفوه لآخر مرة. في ظروف كتير بتحاوط الوضع ده، منها إن هاريت ووين أبطالنا اتفقوا قبل بداية أحداث الكتاب بكام شهر إن هم هينفصلوا لأن هم مش هيقدروا يكملوا مع بعض أكتر من كده. ولما جه الاتفاق المفاجئ ده ما كانوش لسه اعلنوا لاصحابهم القرار، فهيتفقوا ان هم هيمثلوا ان هم لسه مع بعض عشان ما يثيروش الشكوك لاصحابهم او يبوظوا الوقت ده عليهم. بس ده مش الغرض من الكتاب، لان ايميلي هنري معروف ان هي مش بتكتب الكتاب عشان يكون كتاب رومانس بس، لازم تكون بتناقش قضايا مجتمعيه تانية ملهاش اي علاقه بالرومانس. واللي بتناقشه هنا الريبريزنتيشن الممتاز للاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر او اضطراب فرط الحركه وانعدام التركيز. مؤخرا بدا يبقى متشخص كتير جدا عند ناس كانت فاكره ان ده عادي، ان هو بس هايبر اكتف شويه او بيقلق شويه. في برضه تصوير ممتاز للصور المختلفه للنجاح من وجهه نظرنا احنا. الصوره المرسومه عن الانسان الناجح لازم ان هو يكون ذكي علميا، وان احنا مش بندي نفس التقدير للذكاء الاجتماعي او الذكاء العاطفي. الشخص الناجح لازم يكون انسان فائق الذكاء، يعمل حاجه مختلفه جدا يبهر الناس بيها، ياخد جائزه نوبل او يترشح لبوليتزر او يحقق حاجه علميا في كاريره مختلفه عن اي حد تاني، حتى لو ده كان على حساب ذكائه هو الاجتماعي او العاطفي. كتير قوي بنشوف امثله لناس ناجحه ومشهوره في الجزء او النطاق العلمي او الفني، لكن على حساب ده بنشوف ان الانسان ده ممكن يكون فظ جدا، اسلوبه سيء جدا، ملوش اصدقاء، علاقاته الاجتماعيه ما بتكملش، انفصل اكتر من مره. ده اشهر مثال ليهم بيتهوفن اللي كان معروف ان هو انسان سيء الخلق جدا. في المقابل ده بنشوف ان هو من اشهر الملحنين اللي لحد دلوقتي اسمهم معروف وبنسمع سيمفونيات. وعلى الصعيد الاخر لو واحد ممكن يكون بالنسبه لنا احنا وبمقياسنا ذكائه محدود علميا، انه مش
بيعرف يركز باستمرار، انه مش ناجح في الحصول على وظيفة، ولكن في المقابل ده هو عنده من الذكاء الاجتماعي والعاطفي اللي يخليه يقدر يحافظ على أسرة، يقدر يستمر في علاقة عاطفية لفترة طويلة، يقدر يربي ولاده كويس، يحافظ على دايرة صداقاته، يشجع أصدقائه ان هم يكونوا أحسن نسخة منهم. لكن مش ناجح في الدراسة أو في الكادر الوظيفي التقليدي اللي احنا حطيناه فيه، بنعتبر ده شخص عادي جدا، شخص محققش أي نجاح في حياته، مع انه ممكن يكون زوج مخلص أو صديق ممتاز أو ابن بار. لكن الحاجات دي للأسف تقولها وزنها عند عامة الشعب مبقاش بنفس قدر وتقل ووزن الحاجات التانية اللي عامة الشعب اتعودت على ان هي تقدسها. بيركز قوي على كونسبت اللاك اوف كوميونيكيشن او المس كوميونيكيشن اللي بيواجه ناس كتير في علاقاتها العادية، سواء في العلاقات بين الازواج او بين الاصدقاء او بين الاهل وابنهم. في اوقات كتير بتحصل خلافات ومشاكل، وبنختار ان احنا ندفن المشاكل دي وما نتكلمش عنها عشان المركب تمشي، وما بنفكرش في ان احنا بنراكم حاجات على قلبنا، وان بطبيعة الحال في اي وقت الانسان هيوصل لمرحلة ان الحاجات دي هتحتاج تنفجر، وساعتها العواقب اللي هيضطر الانسان يتعرض لها اكبر بكتير من لو كان قدر يفرغ المشاعر السلبيه دي اول باول، وقدر يواجه حتى لو في لحظتها بالنسبه له المواجهه دي ممكن تكون حاجه صعبه جدا، بس اثرها بيكون ايجابي جدا على المدى البعيد. فيشس لفي شواب، الكتاب الوحيد اللي عجبني لفي شواب، ومش بس عجبني كاجوالي كده، لا ده من كتبي المفضله على الاطلاق، من احسن 5 كتب قريتهم في حياتي لحد دلوقتي. في عالم مشابه لعالمنا في نوع من البشر اسمه الاي اوز او الاكسترا اورديناريز. هم بشر عاديين زينا بالظبط، لكن بيتعرضوا للنير ديث اكسبيرينسز او مواقف بيقربوا فيها قوي قوي من الموت، لكن مش بيموتوا. لما بيرجعوا تاني لوعيهم بيكتشفوا ان هم عندهم سوبر باور، عندهم سكيل خارقه للطبيعه، والسكيل دي مش بالضروره هم اللي بيختاروها، لكن بتكون ناتجه عن الطريقه اللي كانوا هيموتوا بيها. القصه بتتابع 2، فيكتور وايلاي، اللي كانوا في البدايه زملاء، بعد كده بقوا روميتس، بعد كده بقوا اصدقاء، والموضوع تطور بيهم ان هم بقوا اعداء، ويمكن اكتر 2 بيكرهوا بعض في العالم ده. هم مش اشخاص كويسين، هم مش الابطال اللي انت هتتوقع تتابعهم في كتاب، هم حتى مش اللي بيقولوا عليه مورالي جراي، هم اشرار، وباين بشكل واضح جدا ان هم اشخاص وحشين، بيثبتوا وحشتهم على مدار الكتاب، افكارهم سوداويه، بيكرهوا بعض، بيغيروا من بعض، بيحاولوا يدمروا بعض، نواياهم كلها بتدور حوالين ان هم يهزموا بعض، بيسرقوا، بيقتحموا، بيقتلوا، بيعملوا كل الجرائم اللي ممكن تتخيلوا. ومع ذلك انت هتحب جدا انك تتابعهم وتشوف قصتهم، لان شخصياتهم حقيقيه، ملموسه، واقعيه، اهدافهم ورغباتهم جايه من اماكن مفهومه. عمرك ما هتحبهم او هتبرر لهم نواياهم، ومش هتتعاطف معاهم، بس هتفهمهم. بعدين تشوف الزمن والافعال ممكن تخلي الناس يعملوا ايه في بعض، والابعاد اللي هم ممكن يوصلوا لها عشان يتفننوا في ان هم يدمروا حياه بعض. كانت تجربه مدهشه، اقدر اشبهها شويه بتجربه مشاهده فيلم ذا برستيج لكريستوفر نولان. في حاجات كتير قوي متقاربه بين الفيلم والروايه، مع الحفاظ على ان كل واحد منهم هو عمل فني خاص بنفسه، مش متقلد من اي حد. فرانكلي ان لاف لديفيد يون. ديفيد يون بالمناسبه هو جوز نيكولا يون اللي كاتبه ذا سان از اولسو ا ستار اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه في اول الفيديو. القصه بتدور حوالين بطلنا فرانكلي، هو ولد صغير في الثانويه موجود في امريكا من اصل كوري، هو يعني يعتبر الجيل الاول لاهالي مهاجرين. والقصه بتدور حوالين الصراعات والمشاكل اللي بتواجه اي واحد ممكن يكون في مكان. الكتاب ده في مجمله انا ما استمتعتش بيه كعمل ادبي، انا اتبسطت جدا بس بالرساله اللي كان بيحاول يوصلها، وناقش نقطه مهمه جدا اتعلمتها منه ولحد دلوقتي مش عارفه انساها، الفيشس سايكل بتاعت التوقعات المجتمعيه وتوقعات الاهل، خصوصا اصلا لو الشخص ده محروم من المجتمع بتاعه زي ما بيحصل مع الاهالي المهاجرين. الصراع المستمر في انقسام الهويه بين بلد المنشأ وبلد الاقامه. بلد المنشأ اللي ممكن الابن نفسه يكون عمره ما شافها في حياته، بس اهله على قد ما بيقدروا بيحاولوا يزرعوا حبه وتقديره وانتمائه ليها بطريقتهم هم، واللي اوقات كتير ما بيكونش بيتعبر بطريقه صح. الاهالي دول بيحسوا ان هم وحيدين في المجتمع اللي هم فيه، هم طول عمرهم هينتموا لمكان هم مش فيه، وبيحاولوا يربوا اولادهم ان هم يحبوا مكان عمرهم ما شافوه وعمرهم ما خطوا رجليهم فيه. هم ببساطه خايفين يفقدوا الجزء اللي باقي ليهم من ذكرياتهم عن البلد اللي عاشوا فيها، واوقات ده بيتصور بطريقه سيئه وقرارات مش منطقيه. للاسف بيتمسكوا بالعادات والتقاليد بتاعه المجتمع اللي نشأوا فيه، واوقات بيفرضوها على ابنائهم حتى لو التقاليد دي عفى عليها الزمن وما بقتش منطقيه في السيناريو اللي احنا فيه دلوقتي. وعارفين وواعيين ان اولادهم مش مرتبطين ببلدهم الام زي ما هم كانوا مرتبطين بيها وشافوها وعاشوها، واوقات كتير ممكن ما يبقوش
بيبقوش عارفين يحسوا بانتماء ليها. فرانك لي بتعدي عليه مواقف كتير بيكون في صراع بين ارضاء اهله وعمل الحاجه اللي هو عايزها وشايف ان هي صح، لحد ما بيوصل لمرحله محوريه بيكتشف فيها ان ارضاء اهله هيعود عليه بالضرر، مش هيفيده زي ما هما كانوا بيحاولوا يصوروا، وان الموضوع ما بقاش ببساطه ان هو بيحاول ينال رضاهم، بل بقى تحكم فيه، ومش عمل على مصلحته بل عمل على مصلحتهم هما واحساسهم بالامان. انا شايفه ان موضوع النقاش نفسه ممتاز وتعرض على افكار وطرحت نقاشات حلوه جدا، بس ما كانش محتاج يبقى روايه، وما كانش محتاج يبقى روايه بالحجم ده. كمان كان هيبقى احلى لو كان في صوره مقال او بودكاست او حتى سيره ذاتيه للمؤلف نفسه، لان القصه دي فعلا بتتبع حياه المؤلف وصراعاته هو الشخصيه. In an Absent Dream لشان ماجواير، الكتاب الرابع في سلسله من كتب قصيره بتدور في نفس العالم، بس هي ستاند الونز، يعني انت ممكن تقرا اي كتاب في اي ترتيب، مش لازم تقراهم بترتيب مشروع، لكن طبعا مستحب ان انت تقراهم بترتيب مشروع. سلسله The Wayward Children بتتكلم عن اطفال في عالم زي عالمنا بالظبط، لكن الاطفال دي وهي صغيره بسبب ظروف نشأتها بتظهر لها ابواب لعوالم تانية موازيه لينا، هي عوالم سحريه وخياليه تماما، لكن في العالم ده هي عوالم حقيقيه ولكنها مقننه بقوانين. اهمهم والاساس القصه دي بيتكلم عنه هو ان الطفل قدامه الفرصه ان هو ياخد قرار، هو عايز يكمل في عالمنا الحقيقي ولا عايز يكمل في العالم الخيالي اللي ظهر له الباب بتاعه، بس قدامه الفرصه دي لحد ما يتم 18 سنه. بعد ما يتم 18 سنه للاسف الباب بتاع العالم الخيالي هيتقفل وهيضطر ان هو يكمل باقي عمره في العالم الواقعي بتاعنا. الكتاب الاول في السلسله دي بيعرضنا على مدرسه الغرض منها ان هي تجمع كل الاطفال اللي تعرضوا لمواقف شبيهه، ان هم وصلوا لل 18 وما عرفوش ياخدوا قرار وباب العالم الخيالي بتاعهم بشكل او باخر اتقفل تماما، وهم مش عارفين يرجعوا للعالم الخيالي، بس في نفس الوقت مش قادرين يتقبلوا العالم الواقعي اللي احنا فيه، مش قادرين يتعايشوا معاه ومش قادرين يكملوا حياتهم. اوقات كتير بيدخلوا في ديبريسيف ابيسودز قويه جدا بتخلي اهاليهم بتلجأ للحل الاخير ان هم يودوهم المدرسه دي عشان يعرفوا يتكيفوا ويتاقلموا مع العالم بتاعنا. الكتب اللي بعد كده في السلسله بتتكلم عن كل شخصيه بنقابلها في المدرسه دي، وايه القصه اللي دارت وراهم عشان يوصلوا لمكانهم هنا، ايه اللي حصل لهم مع عوالمهم الخياليه خلاهم ما يلحقوش ياخدوا قرار والباب بتاعهم يتقفل. الكتاب ده بالذات بيحكي قصه عن بنت ذكيه جدا جدا من صغرها، شخصيه جاده جدا، نشأت في اسره بتتبع العادات والتقاليد، شايفه ان هي مستقبلها الوحيد ان هي تكبر عشان تتجوز وتخلف وتبقى ام وزوجه كويسه. مجتمعها مش متقبل فكره ان البنت ممكن تكون شخص قارئ او شخص متعلم ومثقف، هي مش عايزه الحياه دي لنفسها، عايزه تجري ورا حلمها وتحققه وتفضل تقرا وتتثقف وتتعلم. شبابها السحري بيوديها لعالم مشابه تماما للي هي بتتمناه، عالم مبني على المنطق والالغاز والذكاء، وهنخوض معاها رحلتها في العالم الخيالي بتاعها. اللي حبيته قوي في الكتاب ده وفي السلسله بشكل عام هو تصوير الاطفال، بيديهم حقهم، بيحترم دماغهم، بيورينا قد ايه احنا صورتنا عن الاطفال مغلوط او بنستصغرهم. حاجات كتير قوي بنفتكر ان هم مش هيفهموها او ان عقلهم صغير على استيعابها، لكن هم بيفهموها عادي جدا، يمكن بيفهموها بيتقبلوها، بيكون عندهم مرونه يستقبلوا افكار جديده اكتر بكتير من حد كبير، وان هم كتير قوي مش بيتاخدوا بجديه بسبب ده. بنكلمهم بطفوليه، مش بنخليهم يتعرضوا على افكار جديده، مش بنراعي لغتنا في الكلام معاهم، مش بنديهم الوسائل اللي يقدروا هم بيها يتعلموا الصح والغلط، لا بنقول لهم ده صح وده غلط، اعمل ده وما تعملش ده. بنفرض عليهم الحاجات من غير ما نديهم مساحه التعبير عن نفسهم، ان هم يفهموا ليه ده صح وليه ده غلط. السلسله دي زي ما كلمتكم من شويه هي بتدور عن اطفال صغيرين نسبيا في السن، لكن ده مش معناه ان هي متوجهه للاطفال، فما ينفعش نقول ان السلسله دي مناسبه للاطفال، لان هي اصلا فيها احداث جرافيك وجروسم جدا، فيها دمويه شديده جدا ونقاشات اكبر كتير من اللي الاطفال ممكن يستوعبوها. اخر كتاب هتكلم عنه النهارده هو بلاد اوفر برايت هيفن، روايه هيفي فانتسي، ما ارشحهاش لحد عايز يبدا قرايه او عايز يبدا قرايه في عالم الفانتازيا، لان هو كمان مش الفانتسي اللي احنا متعودين عليه، مش ممالك وجيوش وحروب ووحوش اسطوريه. الفانتسي هنا محصوره اكتر على مناقشه القضايا الاجتماعيه والمواضيع السياسيه والتعصب الديني وعواقب طبعا التفرقه العنصريه سواء بناء على النوع او العرق او الدين. في عالم يمكن يكون قريب شويه من عالمنا، بطلتنا سايونا بتحاول بقالها فتره تقدم على امتحان القبول في اكاديميه سحريه، لو اتقبلت فيها الاكاديميه دي هتعلمها تكون ساحره ماهره وتعلمها توظف السحر بتاعها، لان في العالم ده السحر هو مش السحر الخيالي اللي احنا بنشوفه في اغلب كتب الفانتازيا، لا ده مقنن ومنظم وداخل بجزء كبير في الحكومه، بيستخدموا السحر ده عشان يوظفوا حاجات للمدينه بتاعتهم زي الكهرباء والغاز والميه، زي الانفراستراكشر بتاع المباني وتخطيط ورسم المدينه. الطب والعلم والهندسه كلهم متحولين لكادر السحر في المملكه دي. سايونا بتنجح في الامتحان، بس دي مش بتكون اخر صعوبات بتواجهها، تبدا تتعرض على صعوبات تانية زي
لان هي مش متقدره في المكان اللي هي دي لمجرد ان هي بنت. بتبدا تشوف تفرقه عنصريه في التعامل، زي ابسط الحاجات ان هم ما رضيوش يجيبوا لها اسيستنت معاها في المعمل بتاعها، لا راحوا جابوا واحد كان بيشتغل عامل نظافه في الاكاديميه دي وخلوه هو الاسيستنت بتاعها. شافت عدم احترام وتقدير. بتبدا تكتشف ان هي كان عندها معتقدات مغلوطه، ان هي نفسها ممكن تكون بتعامل ناس تانية بعدم احترام وتقدير لان تصور لها ان هو ده الصح. وتدريجيا هتبدا تكتشف ان نظرتها عن العالم كله اصلا محدوده تماما، وعينيها هتتفتح على جرائم عرقيه شديده جدا بتحصل بشكل متكرر حواليها، بس اغلب المجتمع بيغفل عنها. الكتاب دسم جدا وتقيل في القرايه، بس رسالته برضه واضحه ومباشره بشكل كبير. مفيش لؤم او دهاء او ذكاء في محاوله توصيل الرساله. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. قولوا لي في الكومنتس ايه كتب قريتوها اثرت فيكم وغيرت حياتكم للافضل. انا اريش اتبسطت اني كنت معاكم النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي.